زوج وزوجته بيشتروا بيت جديد عشان يعيشوا فيه حياة هادية وجميلة، ولكن لأن كيدهن عظيم بتتحول حياتهم دي من حياة هادية وسعيدة لحياة أشبه بالجحيم. تعالوا نشوف. في البداية حابب أقول لك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام في مصر. ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة ونص ساعتين في 10 12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات خد لك لفة كده على الحلقات اللي فاتت وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعارات بالحلقات اللي جاية كلها إن شاء الله. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تدعمنا بلايك لأنه أكبر دعم لنا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم مع السيد فولكان وزوجته شانون هم واقفين مع جنكيز السمسار ورايحين يشوفوا بيتهم الجديد، وبيقترح فولكان على جنكيز سعر جديد للبيت، فبيكلم جنكيز صاحب البيت وبيقوله على السعر الجديد. وفي الوقت ده بيعطي الفولكان المفتاح علشان يدخل يتفرج على البيت هو وزوجته. وهم داخلين البيت بيشوفوا راجل شكله غريب كده وبيقول لهم ان اسمه راجي وهو البستاني او الجناين يعني بتاع الحديقة بتاعته، بس اسلوبه وطريقته بتبقى غريبة شوية. المهم بيدخلوا البيت وبتتفرج شانون على البيت، وطبعا زي اي ست بتفصص البيت ملي ملي وبتكون مبسوطة قوي من البيت لانه مش محتاج اي حاجة اضافية. وبيجي عليهم جنكيز السمسار وبيقول لفولكان ان الملك وافق على السعر اللي اقترحه وبيبارك له على البيت. وبيجي تاني يوم وبنشوف شانون وهي بتوضب في البيت ومعاها قطتها الحلوة دي، وبنشوف القطة بالليل وهم نايمين بتكون شايفة او سامعة او حاسة بحاجة غريبة بتتحرك حواليها، وبتفضل تنونو القطة كتير لحد ما بتصحى شانون وتروح عليها عشان تشوف مالها وبتنونو كتير ليه، وتقعد تلعب معاها شوية وتهشتكها وتبشتكها وتجيب لها الاكل وترجع تاني تكمل نوم. وبتقوم تاني يوم وبيقوم معاها فولكان وبيفطروا سوا وبيودعها عشان يروح شغل. وبكده بتبقى شانون لوحدها في البيت. طب ودي تيجي؟ لا طبعا، تكلم صاحبتها وتجي لها يفضلوا يتكلموا ويجيبوا في سيرة خلق الله. وفعلا على طول بتجي لها صاحبتها اللي اسمها بانو ويفضلوا يتكلموا مع بعض شوية، وبتكون جايبه لها هدية وهي عبارة عن عين وبتعلقها كده على الحيط. وبعد ما بيخلصوا لت وعجن في سيرة الناس بتسيبها وبتمشي. وبيجي المشهد على باب البيت بيتخبط عليه جامد، وبتروح شانون تفتح وبتلاقي جارهم واقف قدام الباب ومعاه قطعة لحم ريحتها وحشة وبيقول لها لقيتها في الجنينة بتاعتكم. فبتنزعج منه قوي شانون وبتزعق فيه وبيقول لها ان الريحة كمان موجودة جوه، ويكون بيحاول يدخل البيت لكن شانون بتمنعه وتزعق فيه وتقول له والله لما جوزي يجي لخليه يسود عيشته. تقفل الباب في وشه. وبيجي اللقطة على القطة وهي فعلا بتاكل من قطع اللحم المعفنة دي وهي جوه البيت. ولما بيجي فولكان للبيت بتسخره الست شانون طبعا على جارهم وبتحكي له اللي حصل، فبيروح على جاره وهو متعفرت وبيهدده بانه لو قرب من بيته تاني مش هيحصل كويس. وبتيجي اللقطة على شانون وهي قاعدة على الكنبة وحاطة ايدها على خدها ومعاها القطة بتاعتها، قال زعلانة يعني ما انت اللي ولعت في الدنيا. المهم بنشوف شانون تاني وهي قايمة في وسط الليل وتروح على المطبخ عشان تشرب مية. بيجي المشهد وهي ماشية بالكوباية كده وكأن في حاجة خبطت فيها جامد من ظهرها، بتطلع على سلم الصندارة بسرعة وبتكون حاسة بحاجة غريبة. ولما بتلف وشها بتشوف خيال حد وبتصرخ بصوت عالي، وطبعا بيقوم فولكان مفزوع وبيروح عليها جري. بتقول له ان في حد في الصندارة فيطلع معاه الصندارة ويدور كتير لكن ما بيلاقيش حد. مش بيلاقي بس الا القطة بتطلع كده من تحت وبيكون متضايق قوي منها عشان سرعته، لكنها بتقول له ان هي متأكدة انها شافت ظل حد بني ادم يعني، وبيقول لها ازاي وكل الشبابيك والبيبان مقفولة. وبتقول له على اللي حصل لها في المطبخ وانها حاسة كأن حاجة خبطتها في ظهرها، فبيقول لها لانه مش مقتنع باللي بتقوله ده، انت بس بتبالغي واعصابك تعبانة. تاني يوم بيكون فولكان رايح شغله وبنشوف القطة وهي واقفة ورا عجلة العربية بتاعته، وأول ما بيتحرك بالعربية بيدوس عليها وبتموت. وبيجري عليها فولكان وراجل جنايني فبيقول له راجا فندي زوجتي هتزعل جدا لو عرفت بالموضوع ده، فلو سمحت ما تجيبلهاش سيرة واهتم انت بالموضوع. وبيتفقوا على كده فعلا وبينظف مكانها راجي وبياخدها وبيدفنها. وبيجي المشهد على شانون وهي قدام المراية وبتنزل تدور على قطتها وتروح عند بيت جارهم تدور عليها هناك. فبيشوفها جارهم اللي كان لسه حاصل بينهم مشكلة امبارح وبيقول لها ايه اللي جايبك هنا يا ست يا قرشانة انت؟ فبتقول له بدور على القطة بتاعتي وبتسيبه وبتمشي. وبنشوفها وهي قاعدة في البيت سرحانة، وركز كده معايا في الحتة دي عشان ما توهش مني. بتكون بتبص ومركزة على اللوحة اللي بانو جايبها لها وعينيها بتغفل كده للحظة وهي قاعدة. ولما بتفوق بتلاقي اللوحة معوجة كده مع موسيقى بقى في الخلفية مرعبة وحاجة كده يعني في منتهى الرعب. وبتقوم كده علشان تعدل اللوحة، تمشي كده شوية عن اللوحة، ولما بتبص وراها بتلاقي نفسها يا معلم واقفة قدام اللوحة مرة تانية وهي بتعدل اللوحة تاني، وكأن المشهد بيتعاد قدامها في مشهد وهما الاتنين موجودين في الكادر كده مربك قوي، خصوصا مع الموسيقى التصويرية المرعبة اللي موجودة على المشهد ده. وبتكون شانون الحقيقية مش قادرة تتحرك ولا تتكلم من كتر ما المشهد مرعب بالنسبة لها.
ولما بتبص لها النسخة اللي قدامها بيكون وشها اسود ومرعب كأنها شيطان، بتصرخ فيها جامد وهي بشكلها المرعب ده، وفجأة بتفوق شانون الحقيقية من التغفيلة اللي كانت فيه. الرعب لسه جاي لأنها لما بتفوق بتبص على اللوحة بتلاقيها فعلا معوج، وبتروح ناحيتها وهي خايفة قوي وهي رايحة تعدلها، وكل ما تمشي خطوتين تبص وراها لكن ما بيحصلش حاجة. بيكون فولكان بيواسيها لأنها زعلانة على القطة، وبتقول إن هي مش هتسامح نفسها لو كان حصل لها حاجة، وبياخدها ويطلعوا يتعشوا بره، لكنها بتكون ما بتاكلش. فبيقول لها ايه الاكل مش عاجبك؟ فبتقول له لا انا بس مش قادره اطلع دلمه من راسي، الدلمه دي اللي هي القطه بتاعتي. وبعدين وفجاه بتسمع بصوت عالي ومزعج، وبتكون هي بس اللي سامعاه، بتبقى مخنوقه زي اللي شرقانه كده، وبتروح الحمام. ولما بترجع بتروح قدام الترابيزه وبتلاقي نفسها يا معلم قاعده مع فولكان وبياكلوا، وبتكون واقفه قدامه وبتبقى مستغربه لان نفس الكلام اللي اتقال بيتقال تاني. تصرخ فيها جامد وبيبقى ده الصوت اللي سمعته في المره الاولانيه ومفيش حد تاني سمعه غيرها. ركز بس معايا ولو تهت مني رجع الدقيقة دي تاني علشان تفهم اللي بيحصل. بس المرة دي بتطلب منه شانون انهم يروحوا على البيت بدل ما المرة الأولانية طلبت انها تروح الحمام. وبنشوف شانون في البيت وداخلة المطبخ وهي حاسة بحاجة غريبة، وبتطلع تاني الصندرة لأنها حاسة بحاجات غريبة حواليها. وفجأة بتشوف القطة قدامها، هي القطة بتاعتها نفسها، وبتاخد القطة في حضنها وبتبقى مبسوطة قوي بيها. وبمجرد ما بتكلمها فجأة بتلاقيها اتحولت لدم على ايديها، فبتصرخ جامد. وبيقوم المسكين جوزها مرعوب من صوت الصراخ بتاعها ويطلع لها جري بسرعة على الصندرة، وبيقول له ان دلمة كانت هنا معايا دلوقتي وكانت على ايدها حالا، وفجأة لقيتها متحولة لدم. وبتقسم له انها فعلا كانت هنا وكانت في ايديها وانها ما بتخرفش، لكن فولكان بيكون شايف ايديها نظيفة ومفيش اي دم في المكان كله، فبيعرف ان هي اعصابها تعبانة. وبيجي المشهد عليهم هم نايمين عادي، وفجأة بتضحك شانون بصوت يخوف، وصوت الضحكة بيعلى قوي لدرجة رعبت فولكان وبيخليه يصحى من النوم ويزعق فيها من الخوف. ولما بتصحى بتكون مش عارفة ولا فاكرة ولا فاهمة أي حاجة من اللي هو بيتكلم عنه. وبيجي المشهد على فولكان وهو بيجهز عشان يروح شغله تاني يوم، وبتكون بانو صاحبتها جايه لها النهارده وهيقضوا اليوم مع بعض بره. وفعلا بيخرجوا، لكن شانون بتكون سرحانه كتير وهي قاعده معاه، وبتقول شانون لصاحبتها ان في حاجه غريبه في البيت ده وانها لازم تسيب البيت. لكن بانو بتقول لها انت لازم تنسي فكره انك تسيبي البيت دي خالص، انت بس اعصابك تعبانه شويه بسبب ضياع الدلمه اللي هي القطه، ولما هتلاقيها كل حاجه هتبقى تمام. وفجاه بتسمع شانون اصوات عاليه قوي في مخها هي بس، وبتبص على بانو قدامها وبتكون شايفاها كانها شيطانه قاعده قدامها، وبتكون بانو قلقانه وخايفه عليها قوي. وبيجي المشهد على فولكان هو قاعد بياكل فاكهه قدام التلفزيون يا عيني مسكين زي اي راجل طبيعي، وبتكون شانون بتاخد شاور في البانيو بتاعها، وبيظهر فجاه حاجه كده زي ما يكون ايد من نار بتلمس رجليها، فبتخاف قوي منه، وبتحاول بعد كده الايد دي انها تمسك رجليها، فبتقوم شانون مفزوعه من الحوض وبترقع بالصوت، وبيقوم المسكين مرعوب جري عليها، وبعدين بيلوم عليها عشان كل اللي بيحصل ده، وبتبدا اعصابه هو كمان تتعب من الموضوع. ولما بيقول لها ان انا بفكر بجديه ان انا اوديك لدكتور نفسي بتضحك بسخريه عليه، ولما بيصرخ فيها بتبطل ضحك وبترجع تاني تعيط وهي في حضنه. بيجي المشهد بعد كده وبتكون كانها في تابوت محبوسه فيه وعماله تصرخ عشان حد ينقذها من اللي هي فيه ده، وما عارف ومفيش اي حد ولا حاجه حواليه. بيجي المشهد كأن في شيطان جاي عليها وبيقرب منها، ولما بيقرب منها جامد بتفوق وبتفتح عينيها وتبقى شايفاه قدامها كده وهي نايمه جنب فولكان على السرير. لكن بتشوف عند باب الاوضه نفس الشيطان ده بيفتح الباب وبيدخل عليه، وهي بتحاول تنادي على فولكان لكن صوتها من الرعب يا عيني ما بيطلعش منها، وبتكون ايديها زي المشلوله مش قادره حتى تهز فولكان وهو جنبها. مشهد مع الموسيقى بجد مرعب بكل المقاييس، وبيقف فوق دماغها الشيطان ده وبيرمي حاجه كده زي سمه او تراب جوه بقها، وبنفهم ان كده الشيطان لبسها والعياذ بالله. ولما بيغلب امر فولكان خلاص بيجيب لها دكتور نفسي، وبنشوف الدكتور وهو قاعد معاها وبيحاول يفهم منها ايه طبيعه المخلوق اللي هي بتتكلم عليه ده، وبيكون مستغرب من تغيير نبرات صوتها وطريقه كلامها وردودها عليه. بيقترح الدكتور على فولكان انه ياخدها للمستشفى، وبيعرفه ان الموضوع ممكن ياخد وقت كتير لان الامور دي الطب ما قدرش يوصل لمراحل متقدمه فيها. وبيجي المشهد على فولكان وهو بيودعها تاني يوم عشان يروح شغل، وبيقول لها انه هيجي بدري النهارده، وبتكون بانو موجوده النهارده علشان تقضي معاها اليوم. وبيجي الليل وبنشوف حاجه غريبه بتتحرك في البيت، بتقوم شانون بالليل وبتمسك سكينه وبتروح عند جارها اللي كان حصل بينهم مشكله لانها عارفه ان هو قتل زوجته وبتبقى عايزه تنتقم منه ليها. ولما بيخلص فولكان الحمام بتاعه وبيرجع ما يلاقيها مش على السرير، بيدور عليها لحد ما بيسمع صوت صريخ في البيت اللي جنبه، فبيروح عليه جري وبيلاقي قاعد على الارض في زاويه متعور كده، وشانون واقفه قدامه ماسكه السكين، وبتكون بتعمل اشكال واصوات غريبه. ولما بتشوف فولكان بتعمل له كمان كده وهو ما هوش فاهم حاجه. وبعدين فجاه بترجع بصوتها العادي وبتعيط وبتقول له فولكان احنا هنا بنعمل ايه وفي ايه واللي حصل. وبيمسك يا عيني المسكين دماغه بيبقى هيتجنن ومش عارف يتصرف ازاي ويعمل ايه ولا يحكي لمين. وبعدين بترجع تاني للصوت الشرير اللي كانت عليه، ولما بيصرخ فيها بتقول له لا مش كفايه لازم اموته زي ما موت مراته. كانه بيصرخ فيها تاني فبتقوم واقع مغمى عليه، ونشوف فولكان وهو بيدخن وحيران ومش عارف يتصرف ازاي. وفجاه
بتظهر قدامه شانون من مفيش وبتقرب عليه بسرعة وبتمسك وشه جامد، وفجأة بيفوق فولكان وبيبدأ يدرك ان هو كمان بدأ يدخل في هلاوس وحاجات مش طبيعية. جننت الراجل، الله لا يوفقك. وبيجي المشهد على الشيطان ده وهو طالع السلم وداخل عليها الأوضة، وشانون بتقول لفولكان إن الشيطان جاي ياخدها للتربة، فبيقول لها فولكان ما تخافيش محدش جاي، أنا هنا ومعاك. ويفضل يدور على الحاجة اللي هي بتتكلم عليها دي علشان بس يرضيها، وهي قاعدة مرعوبة لكنه مش بيلاقي أي حاجة. وبيجي المشهد تاني يوم على فولكان وهو بيستقبل بانو اللي جاي تقضي معاهم اليوم، ويدخلوا على شانون الأوضة وبيكون شكلها بقى بشع ومرعب، وبقت بتهاجم أي حد يدخل عليها حتى فولكان وبانو كمان لما شافتها، وبتكون بتهددهم بسكينة وهي معورة نفسها. وبتبقى بتفاجئ بانو بالحالة اللي وصلت ليها شانون دي، وبيهجم عليها فولكان وبيثبتها على الأرض وبيربطها في السرير لحد ما يشوف هيتصرف في المصيبة السوداء دي ازاي. وبيجي عليها الدكتور وبيكون واقف قدامها وهو حيران وبيحاول يتأملها ويحاول يفهم أي حاجة، ومستغرب كل اللي بيحصل وشكلها والطريقة الغريبة اللي بتتكلم بيها، وكلام من نوعية انتم من طين وانا افضل منكم وحاجات كده. بس فكرة ان ده شخص تاني غير شانون مش داخلة دماغ لا الدكتور ولا فولكان لحد دلوقتي، لان ببساطة الدكتور بيتعامل بالطب وبالعلم بس، وفولكان الفكرة مش موجودة عنده اصلا، فبيكونوا حيرانين ومش عارفين يتصرفوا ازاي ومش قادرين اصلا يفسروا اللي قدامهم ده عبارة عن ايه. فبيقرر الدكتور انه يستعجل موضوع نقلها للمستشفى، وبيعطيها حقنة مهدئة ويروح فعلا عشان يجيب عربية الاسعاف. وبيجي المشهد مع فولكان وبيكون قاعد مع صديق ليه مسلم اسمه علي، وبيحكي له على الموضوع كله. بيكون علي سمع حاجات شبه كده قبل كده، ولما بيحكي له علي ان ده شيطان مس زوجتك بيضحك فولكان بسخريه قوي على الكلام ده. وبيجي المشهد على راجل جنايني هو بيقابل فولكان وبيقول له ان جارك لقى زوجته وانها ما ماتتش ولا حاجه، فبيروح فولكان جري على شانون علشان يقول لها الخبر ده على اساس انها هتفرح، يعني انه فاهم ان الحاله النفسيه اللي وصلت لها ديت بسبب انها فاهمه ان جارها قتل زوجته، لكنه اول ما بيقول لها بيكون عندها لا مبالاه والموضوع كانه مش موجود اصلا، بل بالعكس ده بتتف في وشه اول ما بيقول لها الكلام ده. وبتقول له بنبره صوت غريبه قوي ان شانون في اعماق الجحيم، وبيكون شكلها بقى غريب قوي ووشها متشقق كده، بقت شخص تاني خالص. وبيرجع يقعد مع علي تاني على السلم، وعلي لسه مصمم على كلامه ووجهه نظره، وبيقول له مش هتخسر حاجه، امشي ورا كلامي المره دي بس. واخيرا بيقتنع فولكان وبيقرر انه يروح مع علي مع الخبير اللي له علاقه بالموضوع ده، وبيروحوا لشيخ مسلم في مكان كده وبيكون بيقرا قران. ولما بيحكوا له الموضوع بياخدوه معاهم في العربيه للبيت، وبمجرد نزول الشيخ ده من العربيه بيحس بحاجات غريبه حوالين البيت، وبيطلع البيت بسرعه وبيحط ايده على عينه وبيعرف ان في فعلا شيطان معاهم في البيت. وبيطلع للصندره وبيدور فيها على اي حاجه، ويدخل على شانون ويعرف اول ما يشوفها انها ملبوسه، وينادي الشيطان باسمه ويقول له اخرج يا نار السموم، ويطلب من علي وفولكان انهم يخرجوا بره الاوضه. ويكلم الشيخ مع الشيطان بالدين، ويرد عليه الشيطان باستهزاء انك طيني وان انا افضل منك وكلام من النوعيه دي، ويصرخ فيه جامد الشيخ اخرج يا نار السموم، ويحصل نفسه بالقران الكريم ويبدا يقرا ايات كتير لها علاقه بالموضوع ده. وبيجي عليهم الدكتور فجاه بعربيه الاسعاف، ولما بيطلع بيستغرب ان فولكان مسلم زوجته لراجل بالنسبه له دجال، فبيدخل الشيخ مع الدكتور في مناقشه علميه دينيه، فبيقول له الشيخ ان العلم مهم لكنه مش ملم بكل حاجه، والدكتور بيقول له ان العلم وصل لحل لكل المشاكل ومش لازم ندخل الدين في كل امور الدنيا. فالشيخ بيقول له طب انا هثبت لك ان اللي قدامك دي مش شانون، بس اعطيني دقيقه واحده. بيتكلم مع الشيطان اللي لابسها وبيقول له انت مين وانا مين يا نار السموم، فبيرد عليه الشيطان اللي في جسم شانون انت من طين وانا من نار. فبيطلب الشيخ على طول من الدكتور انه يلمسها. في لحظه ما بيلمسها الدكتور بيشوف الشيطان فبيتسرع ويفضل يخبط في اي حاجه حواليه بشكل هستيري، ويروح يقعد على السلم غلبان كده في نفسه. ويطلع الشيخ للصندره تاني وبيطلب منهم شمعه وينفخ فيها كده على جدار، وبيلاقي اسم بانو محفور على الحيط، وبيعرف ان هي دي اللي عامله ليها العمل. تظهر كل المشاهد اللي عملت بيها بانو العمل ده، وبيروح يجيب الصوره اللي كانت جايباها بانو البرواز ويشوف العمل مرسوم على ظهرها. وبيجي المشهد على فولكان وعلي وماسكين شانون من ايديه، وبيكون واقف الشيخ عند رجليها وماسك صوابع رجليها كده، وبيفضل يقرا ايات من القران لحد ما يخرج فعلا الشيطان منها، وتفضل تعيط جامد وترجع لجوزها سليم. ويفهمهم الشيخ ان اللي بيحصل ده لا يمكن يحصل من حد غريب، لازم يكون حد قريب منك وعارف عنك معلومات قريبه قوي، وان اللي بيستدعي الشياطين دي بيفضل في عذابهم بقيه عمره. كده بنعرف ان بانو هتقضي بقيه حياتها في عذاب مع الشيطان اللي استدعته ده. ولما بيواجهوا بانو بتقول لهم على مكان العمل وبيطلعوه وبيحرقوه. يجي المشهد في الاخر على الشيطان وهو بيروح لبانو وبياخدها وبيرميها في نار الجحيم. بس كده يا صديقي بيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، وهسيب لك 4 اقتراحات لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. وفي الاخر ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصل على النبي محمد. سلام.